بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد سورة حوية الدعاء الذي لا يرد جواب دلز تدوش دلو دعاء زيولو جين ديوش حدوش درا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سيازدن دعيانشو دروس اشكح ويا بحبحن ديتيرة دعان جواب لشتل. الأمر التاسع إسلوهما إسلو بحنا دعان جواب لشتل. الإلحاح في الدعاء يغا دعان اشتردو يغتورش دعان اشتردو وعدم استعجال الإجابة شينا جواب دلرنا سيغوة يردو شينا جواب بونتلو دعان بوش سيغوة يردو. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة الله ريز خليل ديتنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيمر إلر يستجاب لأحدكم ما لم يعجل الله شخورنا دعان جواب لردو سيغوة يجحان يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي أسا سيديلي دعا ديرا تسوسونا جواب تدلر ألا سيغوة وتيجحان سيديلي أصدع دينا ديغا ديغنا تسوسون جواب تدلي ألا استغسيغوة تيجحان شندو عن جواب لردو. فمن آداب الدعاء العظيمة أصدعنا سيلحشو لادميتشو كرتشو غيل خيخدو الإلحاح بالطلب قارتلوش يغتولوش ديخر وتكرار الدعاء الدعاء يودر ومداومة السؤال خدز ديخر مع تحري الأوقات الفاضلة دعان جوابلو الشلو يزخينش لريش. فمن أدمن قرع الباب خدز يتن يلنع أوشك أن يفتح له صحي الجرجيو يوتولوش قارتلوش يتن يلنع صحي الجرجيو. فمن تأمل دعاء ومن تأمل دعاء أولي الألباب حيقلا ديش ديندولش دعان ويليح في خواتيم سورة آل عمران. آل عمران سورة تشقين يحدل تنقردو كيف أنهم أعادوا قول ربنا 5 مرات في دعائهم تارا شش دعاء دشخينح ربنا تديل بوشتول دوشتو إذا شي دعاء نح يغيغا أولوش بخيوز الغلر. فجاء في ختامها قوله عز وجل أسكي برا تاردين دول دعاء ديتوش دولش أس آية تشقينح سيلح ويش الله ألق فاستجاب لهم ربهم ال تير دالا تان جواب دلر تارا ادعا دچخنح ات آية حا قردشن قيوز ألا تار ربنا ال ديلي ديوخش تنديل قيوز تنديلا أوش ديخنا تار الله سبحانه وتعالى تير دعا جواب دلا. وينبغي للعبد أن لا يستعجل الإجابة تنديلي لينوى شا دعدش خيناحا شين دال جواب دلن دحسي ويتيز. فإن استعجال الإجابة آفة من الآفات هند ألشي دعا دلن دعا جواب دلن دحسي وير إز لزردو
تمجر يوز سقط دوئزة التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه إبا عندلوش دعا دري لريوي إيقوش سيولش. فإن المستعجل عندما يستطيب الإجابة هندالشي ميلا سيخشينا جواب دلوش والستقوي دالشينا جواب دلرحية دالشي هو غلطن يستحسر دوك دوخ يحيجي ويدع الدعاء غالبا دوخ حاله دشر دعاء سسدتسو تون حالتين اختر دعون الشي ويكون حاله كحال من بذرا أو غرس غرسا تون حل تداليت هدا تسنول استقوي تون شختر دو يه ستوم تباليتا ديت دوي إذا دعدين شختر دو فجعل يتعاهده ويسقيه داقي هو تسن لات ديت دعدينا تنا ديل ديز ديش خينا خيدو لوش تو ديز ديش خيتو وش ليل وشويس. فلما استبطأ كماله وثمره تركه وأهمله. تو ستوملا تورا إقي أرأ جيم حيدالشي يعدى ديتنا تسن عدغيت نخصو اتهون غلق تاق إديت ليل ورغلق تسن عدغيت نخصو يحيى مدلح تدال يزو ستوملا تور حيى مدلح ولم يحصل مطلوبه منه إبا عندلوشا شا ديت دعدو يشخينا دقلاس نقدوي قوش سخلتون. وقد نبه الإمام ابن القيم في هذا الموطن على فائدة لطيفة بقوله إمام ابن القيم هو ديشتلش همان حقيقة تخذ بيد بوي إبيل قلبنا شيق أميلز تؤلق وألح عليه في المسألة ديلي ديوخش خينا قارتسلوش ديز وتملقه الله حيستألش يغيغ ديز والتملق بوشن معا هدو هو التلطف والتودد في الطلب شاهم ديوغش خينح كيد مرزاء حستألش دي خردو. فيشير رحمه الله بهذا أتشيق ميلته الله إن هي تنبويتنا ابن القيم بالقلدوة إلى أن الإلحاء بالدعاء دعدة خينح قرصلوش ديخر دوي يغسولش ديخر موخل ديشتو يكون بتلطف كيد مرزاخل ديز وأدب غلقة ساخل ديز وإظهار الافتقار والحاجة لله رب العالمين عالمي ديل والشو الله هنا شي حشت خلر قوشو داقشل ديز. الأمر العاشر اتلو بعنا دال دعان جوبلوش تلو أن يجمع في دعائه بين الرغبة والرهبة شا دعدش خينا حستقى ديل ديكني ستي سرأة ديل عازب قيرر تانتو ديز شي دعني. الجمع بين الرغبة والرهبة أمر مهم للغاية ديل ديكني دوك دا غري تن عازب قيرري قيخولي دوش چو كوارتهم لورشدو في باب الدعاء دعان ديقح دعا تشخيناع وفي غيره من العبادات اشتا قيدلو عبادة شكح. فإن المؤمن ينبغي أن يكون في عباداته بين الرغبة والرهبة مؤمستق شاء الله أن عبادة تشخينح شنه من يقع خلويشو
تنا ديكني دوك داخرني تن عازب قيررني وبين الخوف والرجاء ديل عازب إيز ولرني تن ديكني ستيسرني يقع خلوية شو إجي تعنتو خلويز. ولهذا لما ذكر الله عز وجل قصص النبيين عليهم السلام في سورة الأنبياء تندلي سيلح وش الله الأنبياء تيال سورة جح شابيا مرش خلاص ديتش ديتش خينح وكيف أنجاهم سبحانه وتعالى من الكروب والمحن الله شاء يشخلون يخبال نيخ كالحرمو بخراء ديتش خينح ختم ذلك بقوله عز وجل آية سيلح الله ديرزينا هخوشين قميل دير سيلح وش الله شي قميل ديرزينا هخو دشنش ثاني إنهم كانوا يسارعون في الخيرات بقلا إشا ديكنش دريحة سيغونش يشبر ويدعوننا تخيغا قويخوش برئش تخيغا دعنش ديش برئش مو رغبا تديكني ستي السرتاء ورهبا تخيخ قيررتاء ديلي سبحانه وتعالى دعنش ديش خلائش الله قويخش خلائش تنخا قيراء قيروش تندكني ساتوش وكانوا لنا خاشعين اشتون متحتون حست باللأبر فيجمعون في دعائهم بين الرغبة والرهبة تصار شاش دعدش خينح الله هندكني ستي سرأة الله قيرر تعنتوخش خلا والرغبة تديل ديكني ستي سربو كدحون آلشي هي الطمع فيما عند الله عز وجل سيلح ويجو الله هنجرجح دولشنك دوك داخري ستي سري بوهردو فيسأل الداعي ربه تنديلي دعدش والشو شيديلي ديخ ديزها وهو طامع في فضله الله كمرشوني ستسنأ ولوش ومنه سبحانه وتعالى الله قنهيت مئة ديكني ستسنأ ولوش والرهبة رهبة بوكدحون آلشي هي الخوف من غضبه إذا الله أغزون قيرردو ومن أليم عقابه تنا لزوشتولشو عازب قيرردو. وعندما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين الكمل قال سيلح وش الله شاء حق بولش مؤمنية كتوش ديوتوش خينح بقبولش خلما بيزبولش مؤمنية كتوش شا ديوتوش خينح الله ألق والذين يؤتون ما آتوا شش يشلو ديك عملش يشبش بوش وقلوبهم وجلة شي دقنش قيرشتلش يبور كدو فهم يجتهدون في العبادة شش عبادة دجخينه قح يكتر لنيل المثوبة من رب العالمين عالمي ديل ولش الله يرشينا يالخليد ومع ذلك اشت قاحيقش الله يليوش عبادة شش ديش بولو شيحة قلوبهم خائفة تيرا دقنش قيرش خلو من عدم قبول أعمالهم شي عمل شو إش قبول سيرن فيجمعون في عبادتهم بين الرغبة والرهبة تنديلي تارا شش عبادة شدش خينح شي قح تعنتوخ شخلا ديل ديكني ستي سري تن عازب قيرري ومثله ما جاء في دعاء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام أسويديتين شنخترة الله هندوتا ولش قين خيتمي ولش الله هندوتا ولش إبراهيم عليه السلام
دين دول دعاء دعون عندما أمره الله عز وجل أن يبني بيت الله الحرام سيلح ويش الله تنقى حج صدوق الأمر دين شخين الله سبحانه وتعالى إبراهيمي حج صدوق الأمر دين شخينها إبراهيم دين دول دعدوي إذا دهون هنزوية ديش دولشون حقيحة دوغش فكان عليه السلام يدعو إبراهيم قك يبردع الشلق ربنا تقبل منا يا الله هرتوغر قبول ديها إنك أنت السميع العليم بقلا خز شورجو خو شورجو وهو من أولي العزم من الرسل إذا يلشنش يقير أولو العزم شخلو نية دول شاريخ وقربج يلشنش شخلو إذ واتخذه الله خليلا الله شيدو التغويناه إذ وقيامه بعمل من أشرف الأعمال تو يشلو عمل أقر يسيلح يزي عمل خلا وهو عمارة بيت الله الحرام سيلح وجه الله بيت الحرام دوي حجة إخلاق ودوغش دك أتصل سيلح يزي عمل شايش والله شيحة ومع ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى بإشواق سيلح وجه الله هي دعنش ديش خلاق سوا ساقت يش قيراء قيوش أن يتقبل منه هذا العمل شيغرا يعمل قابل يرديوش ولهذا عندما تلا وهيب بن ورد رحمه الله هذه الآية تندلي الله خهية بولتنا وهيب بن ورد وات ير آية شاد يشنش خينح بكى فيلغا أول ولا وقال تؤلق يا خليل الرحمن هيقين هي تميش الله هندوتغ ترفع قوائم بيت الرحمن قين هي تمي والشو الله تينا بخش حي حلدوش ولو شيحة وأنت مشفق قيرش خلقها أن لا يتقبل منك الله حيقر يقابل صدر الله حيقر يعمل قابل سيرنا قيرش خلقها قطعة دير زور دوي طغن لي الدرس والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله